قبل ما نبدأ نتكلم عن موضوع الراندوم فانكشن هنشرحها كلها بالتفصيل وبالكود، وهنشرح كمان ازاي الراندوم اصلا بتتعمل. يعني انا هنعمل الراندوم فانكشن اللي هي بتجيب رقم في مدى معين من كذا لكذا، من 0 ل10 مثلا. وهنتعلم كمان الفانكشن اللي هي الجاهزه اللي في سي بلس بلس معموله ازاي اصلا، ايه فكرتها. تمام. بس قبل كل ده في نقطه اساسيه لازم نشرحها عشان الكل يبقى فاهمها كويس، وهي الفرق ما بين القسمه اللي هي العلامه دي وما بين العلامه دي، علامة اللي هي الفيلمية دي اللي هي المود. ايه الفرق ما بين القسمة والمود؟ تمام. تعال ناخد المثال ده عشان نفهم. انا دلوقتي جيت قلت لك ايه؟ اقسم لي الرقم ده اللي هو 35 على 5. تمام. الناتج 7 صح؟ 7 في 5 ب 35. طيب تخيلها كده عشان الموضوع يبقى اسهل. انا يعني ايه بقسم؟ انا معايا 35. تمام. عايز اقسمها على 5، يعني اقسمها خمسات، يعني اشوف فيها كام خمسة. تمام. بص كده، ادي 5 و5 دي 10 15 30 35. يبقى ال 35 فيها كام خمسة؟ فيها 7 خمسات. تمام. طيب نيجي بقى لايه؟ للمد. ايه المد ده بقى؟ المد ده اللي هو المربع الفاضي اللي انا سايبه في الاخر ده. يعني ايه المد؟ يعني الزيادة. يعني لو بقى باقي معاك بتحطه، هو ده المد، اسمه باقي القسمة. بقية القسمة اللي هي لحد هنا اللي احنا خدناها دي كده القسمة لحد هنا. باقي القسمة اللي هو المود، اللي هو المربع الأخير، الزيادة، يعني الزيادة لو بقى معاك حاجة. طب أنا ما كانش بقى معايا حاجة من مرة القسمة الأولانية، يعني أنا قسمت 35 على 5، هي فيها 7 خمسات بالظبط، مفيش زيادة. فحطيت المود كام؟ المود هنا صفر. تمام. طيب تعال نغير الرقم، يعني مثلا إيه، خليه بدل 35 خليه 36. نمشي أهو. أهو في برضو 7 خمسات، بس 7 في 5 ب 35. لسه في زيادة كده، زيادة كام؟ زيادة واحد، يبقى المود هنا مش صفر، المود هنا واحد. رقم تاني مثلا. طيب نشوف المثال ده كده. عايز اقسم 73 على 7. تجاهل الزيادة عشان نعرف نقسمها الأول، يعني سيبك من التلاتة دي، خليها اعتبرها 70 في دماغك كده. ال70 فيها كام سبعة؟ فيها 10 سبعات، يعني 7 في 10، يبقى أنا هيطلع الناتج هنا 10، ده خارج الاسم، الناتج الاسمي 70 كده 70. الباقي بقى الزيادة اللي طلع معانا اللي هي التلاتة، يبقى اتحط هنا، يبقى المد هنا اللي هو التلاتة الزيادة. طيب كده فهمنا الفرق ما بين المود وما بين الاسم. تمام. تعالى بقى نشوف نطبق ده، ان هو ايه علاقة الراندوم فانكشن بالحتة دي. نيجي بقى لجزئية الراندوم. الاول احنا هنعمل ايه؟ هنشرح الفانكشن اللي هي راند، اللي هي دي فانكشن جاهزة في السي بلس بلس، بترجع رقم عشوائي اسمها راند. ده انا هنشرح فكرتها معمولة ازاي من جوه، هنعمل واحدة زيها دلوقتي اللي هي ماي راند. تمام. طيب نشوف الفكرة بتاع الفانكشن دي شغالة ازاي. انا ببعت لها حاجه اسمها سيد. سيد دي شفت الزهر، لما تيجي ترمي الزهر انت بترمي وبتجرب حظك، صح؟ تقدر تقول السيد ده هو ده الحظ. يعني انا بدي السيد ده رقم، ممكن يكون 1 10 5. والله الرقم ده انا باخده وبرميه، اعتبره الزهر، يعني السيد ده اللي هو الزهر، وبرميه بيطلع لي رقم عشوائي. هنشوف ازاي. بص كده، انا فاكر المود اللي احنا شرحناه من شويه. انا الفكره ان انا بعمل ايه؟ باخد الرقم اللي انت اديته لي ده، وهنشوف الرقم ده بنحطه ازاي دلوقتي. انا اخدت رقم، خدت مثلا رقم 5. تمام. باخد الرقم 5 اللي انت اديتهولي ده، وبعمل عليه عملية حسابية معقدة. شوف العملية دي انا مثلا عملتها كده، يعني دي عملية من عندنا، ضربت في الرقم ده من 1 ل9 وجمعت عليه من 1 ل9. يعني ضربت وجمعت رقم ثابت. تمام. فهيطلع رقم كبير، رقم غريب، رقم انا معرفوش، يعني صعب ان انا اخمنه. طب المرة اللي بعدها بدأ السيت ده بدل 5 خليته 10، هيتغير الرقم. المرة اللي بعدها السيت خليته كذا، هيتغير الرقم. فكل مرة هيطلع لي رقم عشوائي. فالفكرة إن أنا باخد السيت ماشي وأعمل له عملية حسابية. تقدر تقول إن أنا عارف لما تيجي تعمل عصير مثلا في إزازة كده، حاط في إزازة، تقوم ماسك الإزازة راججها تقعد ترج فيها عشان العصير يتخلط مع بعض. تقدر تقول هو التشبيه ده هو ده اللي بيحصل هنا في الحتة الجزئية دي. لأن أنا باخد الأرقام بقعد أخلطها مع بعض، اعمل ميكس غريب بحيث ان ايه، ما اعرفش ايه الرقم اللي هيطلع من العمليه الحسابيه دي. تمام. دي بالنسبه للحته دي. طيب. طب ما انا طلعت لي رقم عشوائي وهيطلع رقم عشوائي كده وخلاص. انا مش عايز رقم عشوائي خلاص، انا عايز رقم عشوائي لحد كذا. يعني ايه؟ يعني مثلا رقم عشوائي، اصل احنا لو سيبنا العمليه كده، يعني انا مثلا المتغيرات اللي عندي اصلا اللي هي الداتا تايبز اللي عندي. فمثلا احنا عندنا
الداتا تايبس او الفاريبلز، انا عرفت الفاريبل مثلا من نوع بايت او من نوع انتجر او من نوع لونج. المتغيرات دي ليها مساحه، يعني تاخد لحد اقصى حد معين، صح؟ يعني مثلا البايت ده بياخد لحد الرقم ده، من السالب بتاعه للموجب بتاعه، من سالب ده لحد الموجب ده. ده المدى بتاعه، ما يقدرش ياخد حاجه بره الرينج ده. كذلك الانتجر عنده ده المدى بتاعه، اللونج وهكذا. فانا برضو ايه، لازم برضو ما تمشي العمليه مفتوحه. افرض مثلا ايه الرقم العشوائي ده طلع لي رقم قد ده مرتين، يعني احطه انا فين بقى؟ فاحنا عايزين رقم عشوائي بس ايه، رقم يعني مش ضخم للدرجه دي. فاحنا نعمل دي بقى ازاي؟ يعني يعني انا دلوقتي بقى بدور ازاي ان انا اخلي الرقم العشوائي اللي يطلع ما يطلعش بره مدى معين، عايز احطه لحد من كذا لكذا، من اول مثلا الصفر لحد رقم معين. بنعمل بقى دي ازاي؟ باجي هنا بقول له ايه، الجزء ده اللي هو بيرجع لي الرقم العشوائي، الجزء ده السطر ده الحته دي، احنا قلنا ده الخلاط اللي هيخلط الارقام ويطلع لي رقم عشوائي. طيب هعمل ايه بقى بعد ما يطلع لي الرقم العشوائي؟ اقوم واخد الرقم العشوائي ده اهو، واقوم قايل له مود الرقم اللي انا عايز احطه في مدى، صح؟ مثلا انا عايزه المدى بتاعه 100، يعني المدى بتاعه 100 يعني ايه؟ من اول صفر لحد ال 100 اقف عند، يعني ما تكملش لل 100 لحد 99، يعني من الصفر ل 99 ده المدى. اولنا صفر واخرنا 99، ما يكملش لحد 100. فباجي بعمل ايه؟ بقوم واخد الرقم العشوائي واقول له مود هات لي باقي القسمة على الماكس اللي انا عايزه، اللي هو قبل ال 100. ماشي. طب هيحصل ايه؟ نفترض في المثال ده ان انا الرقم العشوائي اللي طلع معايا بعد ما خدت الرقم خدت السيد وعملت عمليه حسابيه، يعني ضربته في الخلاط، طلع معايا الرقم العشوائي ده 709. الرقم ده تمام. انا مش عايز الرقم ده 709، انا عايزه يكون من صفر ل 99. انا مش عايز الرقم العشوائي يطلع كبير كده، عايزه من صفر ل 99. ازاي بقى؟ بس هتيجي تعمل كده، شوف الماكسيمم انت عايزه لحد كام؟ يقف لحد 100، صح؟ الماكسيمم بتاعه 100، يعني انا اقصد الماكسيمم هنا ان احنا ما نوصلش ل 100، قبلها ماشي. تقوم بس جاي عامل كده، تقول له ايه، مد ال 100 اعمل لي 709، خد الرقم اللي هو العشوائي واعمله لي مد الماكسيمم، مد ال 100. ليه؟ احنا لو جينا عملنا 709 قسمناها على 100 هتطلع 700، او 1 2 3 لحد 700. اتبقى المد هنا اللي هو الزياده، المد هنا كام؟ المد هنا 9. فبص كده الرقم طلع معايا كام؟ طلع معايا لما عملت المد، سيبك بقى من الاسم، احنا هنا بقى احنا بنقول احنا هنا عشان المد. لما خدت الرقم العشوائي وعملت له مد الرقم اعلى رقم في المدى بتاعي اللي هو 100، طلع معايا 9. يعني زي ما تقول ايه، قص الرقم، قص ال 700 الزياده دي. يعني عمل ايه؟ قص الميات بتاعت الرقم، خد الميات ده اهي، دولت، شاف لي فيه كام 100، مش انت بتقسم على 100، شيل لي الميات بتاعه، 100 كل ده اتشال، وبقى لي زياده اللي هي هتطلع 9. فالزياده دي هتطلع اكيد لازم هتطلع في المدى بتاعي اللي هو من صفر ل 99. ليه؟ اشمعنى ليه هتطلع من صفر ل 99؟ لان تعالى نفترض كده، نبدأ بأصغر قيمة الأول. أصغر قيمة مثلا إن أنا إيه؟ بقول له اقسم لي 700 على 100. إن أنا بقول له أصغر قيمة هنا، بقول له اقسم لي 700 على 100. طيب قسمت 700 على 100، الميات طارت، ما بقاش حاجة، بقى صفر. يبقى كده أصغر قيمة عندنا اللي هي في المد عندنا، أصغر قيمة هتطلع معايا صفر. ده أول المدى، صح؟ إحنا بنقول من صفر ل 99. طيب ليه بقى آخره هيطلع 99؟ ليه ما ينفعش يطلع 100 مثلا أو أكتر من 100؟ عشان مد ال 100 هنا بيعمل إيه؟ بيقول له شيل الميات، يعني ما تسيبليش أي ميات. أقل من 100 سيبها. يعني أنا لو جيت حطيت هنا 799 وجيت قسمت، اللي هيحصل القسمة هتطير الميات، يتبقى لي كام؟ هيطلع 7 ميات 700، وهيبقى لي 99 بالظبط، وهيطلع هنا 99. ده أكبر رقم في المدى. طب لو انا زودت على 99 دي واحد بس، يعني خليتها 800، كده بوظت الدنيا. كده انت كده زودت 100، بقت 99 دي دخلت مع اللي بالاسمر دول، بقت 100. يعني هتتشال زيهم، يعني مش هنعملها كده بالايه بالاخضر، بقت كده زيهم هتتشال معاهم. يبقى الباقي كام؟ الباقي صفر. الباقي كده صفر، طلع صفر هنا، يبقى المد هنا هيطلع صفر. تمام. ففكرة المد عندنا ان احنا ايه، لو عملت مود حاجه يبقى ده الماكسيموم، مش هتطلع بره عنه. تمام. نرجع بقى للكود. يبقى انا عملت الرقم العشوائي وقسمته على الماكسيموم،
طلع معايا ايه؟ طلع معايا رقم من 0 ل 99 على حسب السيد اللي انت مدخله. مدخل لي مثلا السيد ده مثلا مدخله احنا بنقسم على 100، دخلت 101، المود هيطلع 1. الرقم العشوائي اللي هيطلع معايا نتيجة المود ده مع ده هيطلع الرقم العشوائي هنا 1. طب دخلت مثلا ايه 102 هيطلع المود 2. طب دخلت 199 هيطلع المود 99، يعني الرقم العشوائي اللي هيطلع 99. دخلت 200، ال 200 هتتقسم على 100 بالظبط، فهتطلع لي الرقم العشوائي اللي هو 0. يبقى احنا عندنا من 0 ل 99. طيب دي فكرة الراندوم. طيب لو انا عايز اعمل بقى، احنا كده عملنا رينج للراندوم نفسها اللي هي بتديني رقم عشوائي. طب لو انا عايز اعمل بقى ايه، لو انا عايز اعمل، دي فكره الراندوم اصلا نفسها اللي هي الجاهزه، اللي هي بتبقى شكلها كده. ده بالنسبه للراند اللي هي بتجيب رقم في مدى. المدى ده ايه بقى؟ ايه المدى بتاع الراند ده طالما هي فانكشن جاهزه؟ المدى ده انا ماليش تحكم فيه، هو بتاع اللغه نفسها. فهي بتجيب لك مدى مثلا، لو هي مثلا بترجع انتجر زي ما قلنا، هتجيب لك مدى مثلا ايه من سالب 32 مليون لحد 32 مليون، من سالب لموجب. لو هي مثلا لونج الرقم هيبقى من سالب رقم اكبر شويه لحد موجب رقم اكبر شويه. ده عشان ايه؟ عشان نعرف نحطها في متغير. انا بقى ماليش دعوه بالقصه دي، هي هيطلع لي رقم عشوائي، بس انا عايز احدده تاني. يعني انا عايز اعمل له رينج جديد، عايز اعمل له رينج مثلا، عايز اصغر المدى. انا عايز المدى مثلا يكون من صفر ل مثلا 1000. انا اللي عايز اتحكم في المدى، خليه هنا تاني. هعمل ايه؟ هعمل نفس القصه برضو تاني. هاجي اعمل مود، يعني هاخد الرقم اللي هيطلع من الراند واعمل له مود. لو انا جيت عملت الراند اللي هي بترجع رقم عشوائي كبير، مثلا ممكن يطلع رقم كبير، وعملت له مود على مثلا الماكسيمم بتاعي. يعني انا عايز هنا اقول له ايه، من صفر لحد 999 لحد 1000 يعني. اجي اقول له ايه، الماكسيمم بتاعي 1000 صح؟ يبقى انا اقول له ايه، مود ال 1000، الراندوم على مود ال 1000 صح؟ ماشي جدع. بس هو كده هيطلع لنا ايه؟ لازم هيطلع لنا المود. احنا قلنا المود اوله من صفر لحد الماكسيمم صح؟ يعني هنا من صفر ل 999 صح كده؟ بس انا مين قال لك ان انا عايز الرينج بتاعي يكون من صفر؟ انا عايز احرك المدى ده، مش عايزه من صفر، عايزه مثلا تزقه لي شويه. يعني بدل ما هو من صفر ل 999 خلوه لي مثلا، هنحركه خطوه واحده، يعني خلوه لي مثلا من واحد لحد 1000. انا عملت له شيفت، حركتهم. هنا الرقم العشوائي لما عملنا له مود 1000 طلع الرينج من صفر ل 999 صح؟ يعني من اول، بص الخط اللي تحت، خليك مع الخط اللي تحت اللي بالاخضر ده. طلع الرينج من اول الصفر ومشى لحد 999، هيطلع حاجه في الرينج ده، اي رقم بقى، صفر 1 2 3 لحد 999. طيب لو انا جيت بقى عملت ايه، زودت واحد على كل رقم في الرينج ده. اي قيمه هتطلع من الرينج ده هتزود عليها واحد. يعني مثلا طلعت معايا صفر هزود عليها واحد، هتبقى فين؟ هتبقى عند الواحد هنا. طلعت مثلا واحد هتبقى هنا، تبقى اتنين جنبها. اتنين هتبقى تلاتة، تلاتة هتبقى أربعة، أربعة هتبقى خمسة، خمسة هتبقى ستة، لحد 999 هتبقى كام؟ هتبقى 1000. فكده الرينج بتاعي اتغير، بدل ما كان من صفر ل 999 كله بقى كام؟ من واحد ل 1000. يعني حصل له شيفت، اتنقل. هنا نفس الفكرة. بص كده المثال ده، احنا قلنا الماكسيمم بتاعي بيبقى ايه؟ الرقم اللي هو بعد المود ده. يعني انا لو قسمت مثلا، انا عايز الماكسيمم بتاعي يطلع المرة اللي فاتت كان 999، كنت بقسم على 1000. يعني بنقص واحد كل مرة. طب لو أنا عايزه 1000، خلاص هقسم على 1001. يعني باجي هنا بس أزود واحد عشان أطلع بس الرقم اللي أنا عايزه بالظبط يعني. بس زودت هنا واحد عشان يطلع معايا 1000. طيب ده الماكسيموم. أنا بيطلع معايا كل مرة المينيمم كام؟ بيطلع معايا صفر صح؟ لما باجي أطلع رقم عشوائي دايما البداية في المود بتطلع صفر دايما. أنا بقى مش عايز صفر، أنا عايز أزق المدى شوية. فاجي اعمل ايه هنا؟ هاجي برضو انا مثلا عندي الرينج هنا من صفر ل 1000 تحت اهو، من صفر ل 1000. عايز اتحرك الرينج ده شويه، خلاص هاجي اجمع الرقم اللي هيطلع من المود، هجمع عليه مثلا، انا عايز يبدا من 50 فهجمع عليه 50. يبقى دايما بجمع عليه الايه، البدايه اللي هو المينيموم، بجمع المينيموم عشان يزق لي الرينج شويه. فانا هاجي اجمع على الرينج اللي هيطلع اللي هو الرقم العشوائي او الراندوم، هجمع عليه المينيموم. هيطلع معايا بدايتي كام؟ 50 ونهايتي 1050. فيبقى الخط اللي تحت ده هيتعمل له شيفت، هيتحرك فوق كده، هيتزق يمين كده، يبقى من 50 ل 1050. في الفانكشن دي طبعا انت بتبعت له رقم من الصغير للكبير، من المينيمم للماكسيمم.
تمام. سيبك من السيد ده دلوقتي. من المينيمم يعني مثلا في المثال ده انا بعت له من 100 ل 1000. طيب احنا لما جينا شرحنا في الرسم كنا دايما المدى في الاول بيبدا من كام؟ بيبدا دايما من صفر ويروح لحد الماكسيمم، صح؟ وكنا دايما بننقص واحد في الاخر، صح كده؟ طيب هنا يبقى انا فكك من ده خالص، المدى اللي انت عايز توصل له ده هيبقى في الاخر، سيبك منه. تعالى بقى ننزل هنا من اول هنا. انا المدى بتاعي هيبقى من صفر لكام؟ اعرف ازاي؟ اعرف المدى، اطرح الرقمين دول من بعض، يعني شوف الفرق كام. 1000 ناقص 100 هيطلع الفرق كام؟ 900. يبقى ده الرقم اللي انا هعمل عليه مد، صح؟ ولو عملت مد على 900 هيطلع المدى من صفر لكام بقى؟ هيطلع من صفر لحد قبل 900 واقف، يبقى 899. طيب انا مش عايز بقى الرقم الناقص ده. يعني انا لما باجي اقول له من المينيمم للماكسيمم من كذا لكذا، انا ببقى عايز الماكسيمم كمان يجي، مش عايز اقف قبله. خلاص احل دي المشكله دي ازاي؟ هو رقم، خلاص انا هضيفه. هقوم جاي هنا بدل ما اقول له ايه، بدل ما اقول له انا هقسم على الفرق، لا هقول له الفرق. بص كده، بقول له احسب لي الماكسيمم ناقص المينيمم الفرق ده، وفي الاخر اعمل لي ايه؟ اجمع لي عليه واحد، عشان عايز الرقم الاخير اللي انت بتحذفه ده. بس وحطيته في متغير سميته مثلا الرينج كاونت، اللي هو ايه؟ الارقام، المدى هقسم على كام يعني. بس بعد كده باجي اعمل ايه؟ بقوم دي الفانكشن اللي انا عاملها بنفسي، تمام. ببعت لها هنا ببعت لها هنا السيد، اللي هو قلنا السيد ده اللي هو النيرد اللي انت بترميه، وهوريك في الاخر اخر حاجه خالص السيد ده بيتبعت ازاي. تمام. بعد كده آه، طلع معايا الرقم من الخلاط، هعمل له مود على الماكسيمم بتاعي. الماكسيمم احنا قلنا هيطلع كام؟ هيطلع 900 زائد 1، 901، عشان يطلع لي المدى من صفر ل 900. طيب انا طلع معايا خلاص المدى من صفر ل 900، صفر ل 900. بس ده مدى لسه ما اتحركش، لسه بادئ من عند الصفر. عايزين نحركه بقى، نخليه من 100 ل 1000. هعمل ايه؟ سهله، هاجي بس في الاول هاجي في الاخر هزود عليه 100، هزود على الرقم اللي هيطلع معايا 100. هيبقى ده بدل ما هو صفر هيبقى 100، ودي بدل ما هي 900 تبقى 1000. يبقى انا كده عملت شيفت وحركت المدى اهو. بس هاجي اقول له في الاخر ايه؟ الرقم اللي يطلع معاك زود لي عليه 100. ال 100 دي اللي هي مين؟ اللي هي المينيمم، اصغر رقم انا داخل بيه. بس عيد الحته دي كذا يعني مره مرتين ثلاثه كده، واعمل تريس برضو، واكتب زي ما انا بعمل كده عشان تستوعبها كويس يعني. نشوف بقى الفانكشن اللي هي التانية اللي انا استعملت فيها الراند الجاهزه. تمام. نفس الافكار برضه، نفس الكلام. انا جيت هنا قلت له هات لي الراند، فهو هيجيب لي رقم عشوائي. انا بقى عايز احطه في مدى، عايز اعرف. يبقى الاول هعمل مود، فالمود ده هيطلع لي ارقام من صفر لحد الماكسيمم بس قبله. فانا عشان يعني اعوض حته اللي هي الفرق واحد دي، هزود واحد في الاخر هنا. تمام. والرقم هعرفه منين؟ هجيب المدى ازاي؟ بس بطرح الاثنين دول، الماكسيمم فرق المينيمم. هيطلع معايا مثلا من 100 ل 1000، يبقى الفرق 900. 900 زائد 1 901، عشان يرجع لي قبل 901 تبقى 900 على طول. بعد كده هاجي هنا اقول له زق لي الرينج، بدل ما هو من 0 ل 900 زقه لي 100 كمان، زود لي عليه المينيمم، هيطلع من 100 ل 1000. تمام. طيب نجرب الفانكشنز دي كده. دي الفانكشن الجاهزه اللي هي بتستخدم اللي انا عملتها، اسمها جيت راندوم نمبر بتوين. دي بتستعمل الراند الجاهزه في السي بلس بلس. تمام. ببعت لها بس المدى من 1 ل 100. وعشان تشغل، خد بالك، عشان تشغل الفانكشن اللي هي الراند، انت بتبعت لها، فاكر ان أنا قلت لك بتبعت لها سيد، صح؟ ايه السيد ده بقى؟ السيد ده زي ما قلت لك كده النرد، حجر الزهر اللي انت بترميه. فالزهر ده لو انت ما حطيتش السطر ده، الزهر كل مره هيطلع نفس الرقم على فكره. يعني مثلا بيطلع 5، هيطلع كل مره 5. فكل مره الفانكشن اللي احنا متوقعين انها ترجع رقم عشوائي دي هترجع رقم عشوائي معمول بحسابات ومضروب في الخلاط، بس هيطلع كل مره نفس النتيجه. ليه؟ لان هي نفس الرقم، نفس السيد، بيحصل عليه نفس العمليه الحسابيه، فبيطلع لك ناتج ثابت. يعني خش مثلا جوه الفانكشن دي كده، اللي هي ماي راند دي، هتلاقي هنا عمليه حسابيه بتحصل على سيد. السيد ده بقى لو انت ما عملتش الفانكشن اللي هي بتاع السراند دي اللي احنا قلنا عليها دي، السيد ده بقى لو انت ما عملتش السراند دي، السيد ده كل مره بيبقى نفس الرقم. فنفس الرقم هيتضرب ويتجمع ويتقسم على 1000 او على 100. هنا احنا عاملينه على 100، خليها مثلا على 1000.
كل مرة هنضرب نفس الرقم هنضرب نفس السيد في الرقم ده ونجمع ونقسم على نفس الرقم، يبقى كل مرة نفس الناتج. طب انا عايز بقى ايه حاجة تخليني اديله كل مرة اديله سيد مختلف. يعني عايز ابعت الفانكشن بتاع السراند دي اصلا هي دي اللي تحط فيها السيد، بتروح توديها لايه للراند بقى. يعني انت بتبعت لها هنا بص كده مكتوب سيد، فببعت لها ايه سيد. انا عايز السيد ده يكون حاجه كل مره تتغير، كل لحظه كل ثانيه الرقم السيد اللي ببعته يتغير. فانا ببعت له فانكشن اسمها تايم. الفانكشن دي بتجيب الوقت اللي موجود حالا، بتحسب لك عدد الثواني اللي موجوده دلوقتي من يوم من سنه 1970 لحد دلوقتي. يعني مثلا لو من سنه 1970 احسب لي مثلا السنه دي مر عليها كام ثانيه. شوف ثانيه مش ساعه ولا يوم ولا دقيقه، لا ثانيه. اجمع بقى الرقم ده، اجمعه لي على السنين اللي بعدها كلها، اجمع السنين دي كلها لحد ما توصل للسنه دي لحد النهارده لحد الثانيه اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي. فطبعا كل مره التايم دي تايم اوف زيرو معناها من دلوقتي، زيرو ده معناه بقول له دلوقتي حالا هترجع رقم مختلف صح. يبقى انا كده ضمنت ان السيت ده كل مره برمي الظهر يطلع رقم مختلف، برمي الظهر يطلع رقم مختلف. وبس كلمة unsigned اللي أنا حاططها جنبها دي ده كاست، عشان أنا لازم أبعت للثرند دي بص كده مكتوب unsigned. لازم أبعت له لازم أبعت له بالتايب ده، فببعت له إيه unsigned عشان أتأكد بس. بس وبعد كده إيه بشغل. تعال نشوف كده. أهو رجع 68. ها 81 إحنا بعدين المدى من كام؟ من 1 ل 100. 1 شفت. طب تعال نشيل الثرند أهو 42. طب اللي بعدها برضو 42. طب اللي بعدها برضو 42، لأنه واخد سيت ثابت، هو واخد رقم كده ثابت حاطه عنده وكل مرة بيحسب نفس الرقم نفس الرقم. طيب نسيب دي بقى ونستخدم اللي أنا عملتها، اللي هي الراند اللي أنا عملتها حطيتها في الفانكشن اللي هي التانية دي. ماشي. دي اللي أنا ببعت لها إيه؟ أنا ببعت لها السيد بنفسي عشان أروح أوديها للراند، أو الراند بتاخد سيد. تمام. تعال نجربها برضو، بس شيل التايم ده من 0 ل 1000 أهو. عشوائي عشوائي تاني وهكذا. طيب تعالى برضو نتأكد من حتة التايم دي. آه، لو انت جيت جربت دلوقتي تحسب التايم اللي هيطلع دلوقتي حالا، يعني بص كده طلع الرقم ده. خد الرقم ده على طول واستنينا مثلا نقول 3 4 ثواني نعملها تاني. خد الرقم التاني اللي طلع معاك واحسب الفرق ما بينهم. يعني تعالى كده نحسب، المفروض يطلع مثلا بتاع 3 4 ثواني. انت سك ساوي هنحسب الفرق ازاي. الرقم الاخير اللي هو الاكبر ناقص الرقم الاصغر. المفروض بص كده من 3. هو بس اتأخر شوية عشان على ما البرنامج يشتغل يعني. من 3 نفس الرقم، بس من دي كانت 3 بقت 14، يبقى مرة 11 ثانية. يعني هو نفس الرقم بس فرق بينهم 11 ثانية. عشان كده بقول لك ده بيحسب عدد الثواني بيعد. بس كده. يا رب يكون الشرح عجبكم، يكون الموضوع سهل إن شاء الله، وجرب تتريس الكود كده مع نفسك وتحلل وتكتب وتعمل كومنتات. ويا ريت لو عجبكم الفيديو وقدرت ان انا افيد زمايلي يعني يسيب لايك وكومنت، ونقابلكم على خير ان شاء الله.